وبالفعل بيعتذر عن الفيلم وبيفضل فترة طويلة منتظر عمل جديد يكون ملهم بالنسبة له، لحد ما بيجيله تليفون من صديقه توفيق المردنلي وطلب منه انه يقابله على وجه السرعة وبشكل سري. فكريم راح قابله وهو عنده فضول شديد يعرف ايه سر الاصرار على التكتم الشديد على المقابلة وعلى التفاصيل اللي هتتقال فيها، عشان توفيق اول ما يقابله يهمس في ودنه ويقول له محمد عبد الوهاب عايزك تخرج له اول فيلم ليه. بيفرح محمد كريم جدا لانه كان متحمس اصلا للفكرة دي من سنتين بعد فيلم زينب، لما قابل محمد عبد الوهاب في الزقازيق في حفلة كان عاملها المحامي الكبير فكري أباظة وقتها عشان يتعرف عليه بشكل شخصي ويدور ما بينهم حوار طويل عن أهمية السينما وعن محاولات محمد كريم لإقناع محمد عبد الوهاب إنه يمثل في السينما. لكن عبد الوهاب وقتها كان متخوف من فكرة فشله في السينما وإن ده يأثر عليه وعلى نجاحه الكبير، لأنه كان نجم الغناء الأول في مصر وعارض فكرة إنه يمثل بشكل تلقائي وعفوي. لكن محمد كريم شرح له إن الأغنية اللي أنت بتغنيها في حفلة بيحضرها 100 أو 200 فرد، لو غنيت نفس الأغنية في فيلم، الفيلم ده هيعيش لسنين طويلة وهيشوفه آلاف من الناس. الكلام وقتها بدأ يدخل دماغ محمد عبد الوهاب، لكن ما خدش فيه أي خطوة لمدة سنتين.